بص لي كده وركز معايا في اللي هقوله لك. عارف ليه حياتك واقفه؟ عارف ليه كل ما بتيجي تاخد خطوه بترجع 10؟ بصراحه كده وبدون كسوف، علشان انت باصص في طبق غيرك اكتر ما بتاكل من طبقك انت واقع في فخ اسمه فخ المقارنه، والفخ ده هو اللي بياكل احلامك وطموحك وانت مش حاسس. بتفتح الموبايل فتلاقي ده راكب احدث موديل، وده سافر المالديف، وده تخطى اول مليون في حسابه. فبتبص لحياتك اللي هي اصلا نعمه الحمد لله، بس بتشوفها زفت. بتحس ان انت لا شيء، بتحس ان الناس دي سريعه وانت بطيء. الفكره كلها هنا انك بتشوف النهايات والفاينل لوك، الشكل النهائي. ما بتشوفش اللي قعد سنين في اوضته بيصور علشان يبقى صانع محتوى دلوقتي، ولا بتشوف حتى اللي خسر كل حاجه علشان يوصل للي هو فيه ده. تخيل معايا كده انت بتسخن علشان تنزل تلعب ماتش ودي، وبتقارن نفسك بميسي وهو شايل كاس العالم. ده عدل؟ طب هل ده منطق اصلا؟ انت بتظلم نفسك. انت مش متاخر في الحياه، انت بس باصص ومركز في ساعه مش ساعتك. اللي انا عايزه منك انك تركز في سباقك انت، ركز في التراك بتاعك. المقارنه الوحيده اللي مسموح لك تعملها، هل انت بتاع النهارده احسن من انت بتاع امبارح ولا لا؟ هو ده المطلوب. اخرج من سجن السوشيال ميديا وارجع للواقع. ركز في انك تبني نسختك انت، حتى لو البدايه شكلها وحش او قبيحه زي ما احنا بنقول دايما. المهم انها بتاعتك انت، وخليك عارف ان ربنا ميز كل واحد فينا بميزه. اكيد انت في حاجه في مجالك متميز فيها عن بقيه الناس، بس انت ممكن ما تبقاش شايفها قوي لانك مركز في الناس مش مركز في حاجتك انت. الوقت كده كده بيعدي، والعمر كده كده بيجري، فانجز نفسك علشان تلحق تحقق احلامك. قوم دلوقتي وابدا اول خطوه ليك حتى لو كانت بسيطه. ولو قدرت تعمل كده فعلا فانت بطل، واكتب لي في الكومنتات ايه اول خطوه هتاخدها لو ركزت فعلا في حياتك.